السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. بصوا بقى، ده كان تاني نوع كنافة معانا. الكنافة دي انا عاملاها بالتفاح والموز. عملتها ازاي يا ام زيزو؟ تعالى بقى ما نشوف عملناها ازاي. هنا كان معانا موزتين وثلاث تفاحات، بس احنا ما استخدمناش الثلاث تفاحات، احنا استخدمنا تفاحة ونص. بصوا هنا بقى ايه، جبت نص كيلو كنافة وحطيته في الفريزر تلج. هنا مسكته كده بالمقص وقعدت اقطع فيه. طبعا ايه، لو انت عايزه تفركيه بتفركيه، بس هو كان جامد شويه فانا مسكته بالمقص. انا بستسهل المقص في اي حاجه يا جماعه. وانتوا لو يعني كده برضو جربوا هتلاقوا برضو ايه سهله. وهنا كده بالسكينه، دي كانت التقطيعه التانية. يعني معاكي في تلك الحالات ان انت تعملي اي حاجه. بعد كده قعدت بقى ايه افرك فيه، خلصته بقى كله. وانا بعمل كده فيه طبعا ايه، كنت ناسيه بقى ايه موضوع ان انا لسه ما عملتش الشربات بتاعه. طبعا انا هي كل مره بعمل شربات لاي حاجه. يعني ايه، انا كنت ناسيه فانا افتكرت ان انا عاملاه بصراحه في الفليزر زي ما قلت لكم قبل كده. لما يتبقى معاكي شويه شربات عينيهم، يعني ما ترموهمش. هنا بقى ايه، طبعا الشربات كان جاهز. هنا بقى جبت حله وحطيت فيها 3 معالق نشا. وحطيت فيها معلقه لبن بودر، وحطيت طبعا ايه فيها فانيليا وميه. ونزلت بقى ايه كده ايه بالميه كده والفانيليا، وهنقلبها بقى كويس قوي. حطيت يعني ايه ربع معلقه سكر ايه بودر. وطبعا هنا بقى ايه الكنافه بعد ما اتقطعت حطيت عليها سمنه حسب الكميه اللي انت عايزه تحطيها. بتحبي سمنتها كتير سمنتها قليله اللي انت عايزاه. وهنا السكر البودر ده كان 3 معالق. قلبتهم كده ايه كويس قوي فيها. جبت بقى ايه طبعا هنا بقى ايه الصينيه بتاعت البسبوسه زي ما اتفقنا. ان انت عايزه تطلعي معاكي الكنافه يعني ممتازه في العمايل بتاعتها، بتختاري الوسط للبسبوسه. هنا بقى ايه هاخد التلتين وهسيب التلت من الكنافه. وطبعا ايه هقعد بقى كده ايه هبططها كده وافردها في الصينيه كلها، وهعمل الجدار بتاع الصينيه. طبعا ايه لازم توقفي الجدار كده عشان لما تيجي تقلبي الصينيه تلاقيه كل ايه الكنافه كده ايه معموله معاكي متقفله من جميع الجهات. بصوا بسم الله ما شاء الله، والله كانت جميله وسهله. ويعني هي عامه الكنافه سهله في عمايلها. ويعني انتي بصي طول ما انتي قاعده كده ايه اخترعي واعملي، ما مش تمشيش على حاجه معينه واحده بس. جددي الايه لاولادك. وانتي بتتفرجي كده على الفيديو ما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. واللي ما اشتركش في القناه يشترك. بصوا بقى هنا احنا كده ايه كنا عاملين كنا عملناها على النار المهلبية. او الكريمة زي بقى ما انتي بتسميها. انا هنا كده عملتها فردتها كده ايه على الكنافة. فردت بقى ايه اللي انا كنت عاملاه، الكمية اللي انا كنت عاملاها. بعد كده بقى ايه بعد كده ما نزلتها كلها. بصوا طبعا الجدار كله مرفوع بتاع الصينية من الكنافة. ايه بصوا بقى شوفوا التفاح انا هعمله ازاي. التفاح هنعمله طبعا بالمبشرة. بصوا انا قشرته كده وكده ايه هننزل هرصه كده فيها. طبعا ايه الرص ده حسب ما انت عايزه تعملي التفاح بشر، عايزه تعمليه شرايح رفيعه زي كده. اللي انت عايزاه عندك حريه الاختيار، بس اهم حاجه انك انت تجددي وكل مره ايه تعملي حاجه ايه شكل كده ايه لاولادك. كان وممكن كمان ان انت تعمليها بالتفاح بس او بالموز بس انا كان عندي يعني ايه من دي حاجه ومن دي حاجه. انا قلت ايه وعندي نص كيلو كنافه بس، قلت ايه انا هعملهم وان شاء الله هتبقى جميله. والحمد لله طلعت جميله جدا وعجبت اولادي. وقالوا لي يا ماما احنا عايزين منها تاني. جددي لاولادك واعملي ما تستخسريش. بصوا انا عملت كده ايه قطعت برضو الصباع التاني. بصوا منظرها اصلا يعني منظرها جميل بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا كده ايه خلصتها. هحط بقى ايه كمية الكنافة التانية. وانتي كده بتتفرجي كده على الفيديو تنزلي كده على كلمة اشتراك ودوسي على كلمة الكل وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من يوميات ام زيزو اللي هو انا طبعا. بصوا بقى كده ايوه كده اللي لازم تدوسي كده عليها علشان ما تفكش منك. وطبعا ايه بتدخليها بقى ايه على النار. بتبقي طبعا مسخنه بقى الفرن، مشغله الفرن ومسخناها. بتروحي جايه بقى ايه مقفله بقى من فوق ومشغله بس من تحت. ادي كده بعد ما استوت معانا بصوا فرغت من الجناب. انا طبعا الشربات زي ما انا قلت لكم الشربات كان عندي. انا اتبقى عندي شويه شربات لازم بعينهم. بصوا انا كده ايه عملت من على الوش حاجات بسيطه جدا، ما بعملش كتير. هي طبعا ايه السكريات بتاعتها مظبوطه لان انا حاطه عليها سكر بودر. كده بقى ايه نزلنا كده بالطبق بقى كده عليها. بصوا بسم الله ما شاء الله الله اكبر كانت جميله جدا. وهنا بقى ايه هنزل كده بالشربات بقى ايه انا نزلت كده ايه بالشربات بقى عليها. بصوا الكنافه كانت بتشرب الشربات على طول لانها كانت لسه طالعه من الفرن يعني سخنه. وطبعا الشربات ساقع.
فكانت بصوا بتمتص الشربات بكل سهوله. انت بقى عندك حريه الاختيار، عايزه تكتري شربات عايزه تقللي براحتك، انت حريتك. انا بصراحه بنحبها كده، ما بنحبش فيها كتير. وهنا بقى انتوا عارفين ان انا بكتفي بالجوز الهند والفول، ما بعملش اكتر من كده. ودي كانت الكنافه بتاعتنا، وبالف هنا وشفا، وجربوها. وما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك لمزيزو ومتابعه، ودوسوا على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد. واستنوا مني ان شاء الله نوع جديد من الكنافه ومن يوميات ام زيزو، وكل جديد ان شاء الله هتلاقوه معايا. دي كانت كده الكنافه بتاعتنا، بصوا بسم الله ما شاء الله، كانت جميله وبألف هنا وشفا.